المشاهدون الأكارم، نشرة العشرة نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستحلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تشييع رئيس ساقفة برشية نيافة الأنبا بطرس. إجراء عمليات جراحية للعيون لأكثر من 160 مواطنا في مستشفى نعفة. لجنة ضمان الحقوق ومحاربة العادات الضارة في الجنوب تنظم ورشة عمل. إيران تختبر صاروخ فوق مضيق هرمز وتعلن الجهوزية القصوى. كابل تتوعد برد مناسب على هجوم باكستاني خلف عشرات القتلى. وفيتو ميجري على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 90 مليار يورو. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أقيمت اليوم 22 من فبراير مراسم تشييع عضو المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الإرترية ورئيس ساقفة الأبرشية المركزية نيافة الأنبا بطرس. ستدق الأديرة والكنائس في جميع أنحاء إرتريا أجراسها 12 مرة من منتصف الليل لأداء صلاة الجنازة، بينما قدم رجال الدين تسبيح وصلوات الجنازة في كاتدرائية القديسة مريم برفقة قداسة البطريرك ورئيس الأساقفة، وتم اصطحابه إلى كاتدرائية دير صيون القديسة مريم. بعد قراءة سيرة قداسة الأنبا بطرس وبيانات التعزية المكتوبة من أخوات الكنائس والأبرشيات الأجنبية، ألقى قداسة باب الكنيسة الأرثوذكسية في إرتريا الأنبا باسيليوس الأول البطريق السادس رسالة عرفان وبركات قصيرة. وبعد مراسم التشييع والبث الأخير في دير صيون القديسة مريم، أقيمت صلاة الجنازة في دير القديسة مريم في دير سينا. أقيمت مراسم الجنازة ظهرا في دير العذراء مريم المباركة في دبر سينا. وشغل قداسة الأنبا بطرس منصب أمين عام الكنيسة الأرثوذكسية الإرترية لفترتين بعد وفاة قداسة الأنبا ديوسقوروس الرابع وقداسة الأنبا قيرلس الخامس. كما مثل الأنبا بطرس الكنيسة الأرثوذكسية الإرترية في مؤتمرات وطنية ودولية رئيسية. توفي الأنبا بطرس عضو المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الإرترية ورئيس ساقفة الأبرشية المركزية يوم الجمعة 20 من فبراير عن عمر ناهز 86 عام جراء مرض عانى منه. خضع 161 مواطنا من مديريتي نعفة وأدوبحة لعمليات جراحية ناجحة في مستشفى نعفة يومي 16 و17 من فبراير. وأفاد الدكتور إيوب بياني الطبيب العيون الذي أشرف على العمليات أن 1665 مواطنا خضعوا لفحوصات العين قبل الجراحة لتحديد المواطنين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية. وذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تجرى فيها جراحة العيون في المستشفى، وأنه تم تقديم الأدوية والنظارات لمن يحتاجون إليها. أعرب المستفيدون عن امتنانهم لوزارة الصحة والشركاء لإجراء هذه العمليات الجراحية بالقرب من أماكن إقامتهم، مشيرين إلى أنهم كانوا يضطرون إلى الذهاب إلى أسمر وكرن لتلقي علاجات لمشاكل العيون التي ظلوا يواجهونها. وأضاف مسؤول الإدارة والمالية بمستشفى نعفة السيد يوناثان والدو أنه تم إجراء فحوصات للعين في مستشفى نعفة ومركز دريت الصحي ومركزي باقلا وأقرع الصحيين قبل إجراء العمليات لتحديد المواطنين الذين يحتاجون إليها بشكل سريع. نظمت لجنة ضمان الحقوق ومحاربة الممارسات الضارة في الإقليم الجنوبي ورشة عمل حول دور أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق برامجها في من دفر في 20 من فبراير الجاري. أطلع رئيس اللجنة السيد قال أبتس فاسلاسي الحضور على الوضع العام للممارسات الضارة على المستويين الوطني والإقليمي، وذلك بحضور أعداء من وزارة العدل والشرطة والأمن، وحث الجهات القانونية على تعزيز دورها في ضمان حقوق الأطفال والقضاء على الممارسات الضارة. وأشار إلى أن مناقشة قضايا الأطفال تعني مناقشة مستقبل إرتريا،
مضيفا أنه ينبغي على الجميع المشاركة في جهود مكافحة الممارسات الضارة المتأصلة في المجتمع، ودعا إلى رفع مستوى الوعي في مجتمعنا بشكل مشترك. وذكر السيد حروي براخي من المكتب المركزي لوزارة العدل أن إريتريا وقعت وصدقت على 5 اتفاقيات دولية و3 اتفاقيات إقليمية بشأن القضاء على انتهاكات حقوق الطفل والمرأة. من جانبهم حث المشاركون على ضرورة محاسبة من يمارس انتهاكات بختان الإناث وزواج القاصرات والممارسات الضارة الأخرى، وتحديد هوية مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. ويعرف أن لجنة ضمان الحقوق والقضاء على الممارسات الضارة تأسست في الإقليم الجنوبي في عام 2018، وتعمل تحت إشراف مشترك بين فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وفرع وزارة الصحة والاتحاد الوطني للمرأة الإريتريا بالإقليم الجنوبي. ذكر مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية بإقليم جنوب البحر الأحمر الرقيب محمد أحمد على تضافر الجهود في الحفاظ على الغابات والحياة البرية، وأشار إلى أن ظاهرة إزالة الغابات مثيرة للقلق مقارنة بنقص موارد الغابات في الإقليم، مناشدا المجتمع والمؤسسات الحكومية إلى تعزيز مشاركتها وإلى الاهتمام في هذا الصدد. وأوضح الرقيب محمد أن أعمال مراقبة الغابات والحفاظ على الحياة البرية تسير على حسب لوائح الحفاظ على الغابات والحياة البرية وتنميتها، وأنه تم فرض عقوبات وغرامات على المخالفين في حملة الرقابة التي أجرت في الشهرين الماضيين بحسب إفادته. وحث في الختام الجميع للمشاركة بوعي في السيطرة على ممارسات قطع الأشجار التي لحظة في الآونة الأخيرة للحد منها وتجنب الأضرار البيئية الناجمة عنها. حث مسؤول فرع الإيرادات بالإقليم الأوسط السيد مكنن برخة دافعي الضرائب على الإفصاح عن دخلهم الحقيقي ودافع ضرائبهم في الوقت المحدد بحسب الإعلان رقم 62 لعام 1994. وأوضح أن دافعي الضرائب ينقسمون إلى 3 فئات تعرف باسم الفئة ألف، أولئك الذين لديهم دخل يزيد عن 1,000,000 نقفة سنويا، والفئة ب الذين يتراوح دخلهم من 200,000 نقفة إلى 1,000,000 نقفة سنويا، والفئة ج الذين يصل دخلها إلى 200,000 نقفة سنويا، بذكر أنه يوجد ما يصل إلى 1300 دافع ضرائب في الفئة ألف، وأكثر من 18,000 دافع في الفئة باء، و43,000 دافع في الفئة ج، بالإضافة إلى وجود 38,000 من دافعي الضرائب من ملاك العقارات. وأشار إلى أن عدم دفع الضرائب بموجب المادة 365 من قانون العقوبات يترتب عليه غرامات وسجن، مضيفا أن الفئة ألف تدفع الضرائب من شهرين يناير وحتى شهر أبريل، والفئة باء من يناير وحتى شهر مارس، والفئة ج من يناير إلى فبراير. وقال إن عملية دفع الضرائب يتم تنفيذها من قبل مكتب الإيرادات وفقا ل7 قوانين وإعلانات صدرت منذ عام 1994، وأنه تم فتح 5 فروع على مستوى الإقليم لتسهيل خدمات دفع الضرائب. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للفرع، أفاد السيد مكنن أن أهمها هو تحديد عدد دافعي الضرائب بشكل صحيح، وتوظيف الخبرات في المكان المناسب، وإجراء التحسينات اللازمة في نظام توزيع الضرائب والرسوم. سادتي سيداتي، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلن السلاح البحري التابع للحرس الثوري الإيراني تنفيذ تجربة ناجحة لإطلاق نسخة بحرية من صاروخ الدفاع الجوي بعيد المدى صياد 3G، وذلك خلال مناورات حملت اسم السيطرة الذكية على مضيق هرمز. وجرى إطلاق الصاروخ عموديا من على متن السفينة الحربية شهيد الصياد شيرازي في إطار تمرين عسكري. قالت طهران إنه يهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية والقدرات الدفاعية البحرية. وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية يبلغ مدى الصاروخ نحو 150 كيلومترا، ويعزز قدرات الدفاع الجوي بعيد المدى في البحر، مضيفا بعدا عملياتيا جديدا للإمكانات الإيرانية.
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين طهران وواشنطن، فقد منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مهلة تتراوح بين 10 و 15 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرا من عواقب وخيمة في حال الفشل. من جهتها رفضت طهران هذه التهديدات، مؤكدة أن أي هجوم على أراضيها سيضع القواعد الأمريكية في الخليج ضمن دائرة الاستهداف. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها سترد في الوقت المناسب وبشكل مدروس على الهجمات الباكستانية التي قالت إنها استهدفت مناطق مدنية في ولايتي ننقرهار وبكتيكا شرقي أفغانستان، وأسفرت عن مقتل 25 مدنيا. وأشارت الوزارة إلى أن القصف أصاب مدرسة دينية ومنازل وأوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال، محملة الجيش الباكستاني مسؤولية استهداف المدنيين والمراكز الدينية. ودانت بشدة انتهاك المجال الجوي الأفغاني واعتبرته خرقا للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار. وكان وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر أعلن أنه جرى استهداف 7 مواقع شملت البناء على معلومات استخباراتية، ما وصفه بمعسكرات إرهابية ومخابئ لحركة طالبان باكستان وتنظيم الدولة فرع خراسان في المناطق الحدودية بأفغانستان. هددت الحكومة المجرية بعرقلة حزمة مساعدات مالية ضخمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ما لم يتم استعادة إمدادات النفط من روسيا عبر خط أنابيب دوروغبا. وقد اتخذ هذا القرار بعد أن اتهمت بودابست أوكرانيا بعرقلة تدفق النفط الخام عمدا، مما أثار بشكل خطير على أمن الطاقة في البلاد. وفي 20 فبراير أكد المسؤولون في بودابست خطتهم لرفض حزمة قروض بقيمة 90 مليار يورو كان الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديمها لأوكرانيا. وأعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن موقف حازم للغاية قائلا: طالما استمرت أوكرانيا في عرقلة خط أنابيب دوروغبا فإن المجر ستمنع قرض الحرب لأوكرانيا البالغ 90 مليار يورو. قتل مسلحون 38 شخصا على الأقل في قرية بولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، وفق ما قالت الشرطة ومسؤولون محليون لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال يزيد أبو بكر المتحدث باسم شرطة زامفارا إن القرية نائية وطرق الوصول إليها قليلة. من جانبه تحدث المسؤول المحلي هاميس فارو عن سقوط 50 قتيلا، لافتا إلى أن عصابات أطلقت النار بشكل عشوائي وقتلت كل السكان الذين حاولوا الفرار. وإضافة إلى المتطرفين ترهب مجموعات مسلحة زامفارا وولايات أخرى عبر الخطف مقابل فدية أو مهاجمة القرى أو قتل السكان أو إحراق المنازل بعد نهبها. نختم النشرة مشاهدينا في كل مكان بذكر أهم ما جاء فيها. تشييع رئيس ساقفة أبرشية يافة الأنبا بطرس. إجراء عمليات جراحية للعيون لأكثر من 160 مواطنا في مستشفى نقفة. لجنة ضمان الحقوق ومحاربة العادات الضارة في الجنوب تنظم ورشة عمل. إيران تختبر صاروخ فوق مضيق هرمز وتعلن الجهوزية القصوى. كابل تتوعد برد مناسب على هجوم باكستاني خلف عشرات القتلى. وفيتو ميجري على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 90 مليار يورو. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.